السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو. بطول عليكم قوي بس يعني ان شاء الله ربنا يكرم كده وما تاخرش عليكم تاني. يلا بينا بقى. النهاردة هنعمل مع بعض اكلة حلوة جدا، طبعا انتوا شايفينها مش محتاجة شرح. احلى اكلة عدس بس بمكونات سحرية كده، هتوديلك الطعم في عالم تاني، مش في حتة تانية، هتوديها في عالم تاني. بصوا بقى، انا بغسل المكونات اللي انا هستخدمها معايا النهارده. البصل الاخضر ده طبعا شيء اساسي جنب العدس، انتوا عارفين. انا بقى بضيف على العدس شويه خضار كده بتخلي طعمه بجد خطير وناعم كده وحلو، وفي نفس الوقت قيمته الغذائيه بتبقى عاليه جدا. لو انتي ولادك مش بيرضوا ياكلوا الخضار او بيتضايقوا منه، او عايزه تنوعي لهم في طريقه اكله، يعني تقدري تعملي اللي انا الحركه اللي انا بعملها دي، اني بدخل مع العدس مجموعه من الخضار تعلي من قيمته الغذائيه، وفي نفس الوقت تديله طعم حلو جدا، تخلي الطعم مختلف كده، وكأنك بتاكليه بصراحة من أفخم المطاعم. يعني شوربة العدس مش مجرد شوية عدس على بصل على توم وخلاص الموضوع انتهى، لا بجد دي قصة عيش. فلازم تتعمل بمزاج كده عشان تطلع زي ما احنا عايزين. اول حاجة بعملها طبعا ان انا لازم كويس قوي اغسل الخضار بتاعي بمية كتير وبطريقة كويسة، عشان اتأكد ان الطينة اللي فيه كلها نظيفة ومفهوش اي عشب مثلا دبلان او اي حاجة بايظة. فلازم اغسله في مية كتير، لو عرفنا ننقعه يكون افضل طبعا، بس انا بغسله بصراحة بايدي كويس كده وبتأكد ان المية كلها واصلة لكل جزء من الخضار. زي ما قلت لكم الحركه دي طبعا هيتضرب مع العدس مع الخضار، هيتضرب يعني كله في الخلاط وبيتصفى، فالولاد ما بتبقاش متضايقه من طعمه. لو اطفال صغيرين يعني وانتم مش بتسيطروا عليهم في الاكل، ما بيبقوش حاسين يعني ايه اللي بياكلوه، سواء خضار كوسه جزر بطاطس بصل الطماطم، كل ده بيدوب مع العدس وبيتضربوا في الخلاط وبيتصفوا، الولاد ما بتحسش بيه. انا بغسلهم كويس بقى، وببتدي بعد ما بيتصفوا بقشر الخضار طبعا اللي بيحتاج يتقشر زي الجزر والبطاطس. لكن الكوسة انا يعني انا هوريكم دلوقتي بعمل معاها ايه. بنضفها بس من غير ما اشيل القشرة الخارجية فيها، لان خدوا بالكم برضو في بعض الخضار القشرة بتاعته بتبقى القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا برضو، ما تقلش عن الخضار نفسه. وعايزه اقول لكم برضو، انا سمعت كذا مره في دكاتره بيقولوا ان في خضار القيمه الغذائيه بتاعته نفسها في القشره اصلا. يعني انا سمعت في مره ان البطاطس مفروض تتنضف كويس وما تتقشرش، قيمه القشره الغذائيه عاليه جدا، بس احنا بصراحه بسبب المبيدات والحاجات اللي بتترش للزرع الواحد بيخاف، فبيضطر ان هو يقشر معظم الخضار عشان يتخلص من القشرة الخارجية اللي هي بتبقى فيها المشكلة كلها، سواء مبيدات او اي حاجة تانية. بس خلاص بقى، بصوا بقى الطينة اللي نازلة منه دي هي كلها باينة في الحوض. ببتدي بقى اقطع الخضار بتاعي كله كده سوا واحد، وعلى قد ما اقدر يبقى احجامه صغيرة عشان لما يستوي كله قد بعضه. انا خدت بقى فلفلايه، المفروض بضيف فلفل رومي بس انا ما كانش عندي، فضفت من الفلفل الكبير ده، وبعد ما كنت هحط قرنين من الفلفل خفت بصراحة يبقى حراق قوي فالولاد ما تقدرش تاكل منه. فاستكفيت بقرن واحد، وقطعت الجزر كده قشرته زي ما انتم شايفين، وقطعته مكعبات كبيرة شوية يعني ما تبقاش صغيرة قوي. لو انتم مستعجلين ومحتاجين ان الحاجة تستوي اسرع، قطعوا الخضار بحجم اصغر، هيستوي معاكم بسرعة جدا. يعني هو عامة العدس ما بيطولش على النار، يعني غالبا بياخد ربع ساعة تلت ساعة بالكتير قوي، بتلاقي كل المكونات دي استوت واتهرت كمان. هي يعني اكتر حاجة بتاخد سوا الجزر تقريبا والكوسة، يعني والكوسة برضو بتتهري بسرعة جدا، والبطاطس بتستوي بسرعة جدا، والطماطم. يعني هي الكوسة يمكن اقلهم سرعة في السوى، بس لو قطعتيها صغير بتستوي على طول معاكي ما بتاخدش وقت. قطعت بقى كل الكمية اللي عندي دي. انا جايبة حوالي ربع كيلو كوسة وخدت حوالي 4 أو 5 جزرات، قشرتهم كده زي ما انتم شايفين، وببتدي اقطعهم زي ما
العدس طبعا من الاكلات الشتويه الاساسيه عندنا في كل بيت مصري. اول ما الجو بيبرد يا اما الامهات بتلجأ للمحشي يا للعدس. بصراحه اسهل، يعني اسهل حاجه ممكن تتعمل في الدنيا واسرع حاجه وقيمتها الغذائيه زي ما قلت لكم عاليه جدا، واحنا نقدر نعليها زياده بالاضافات السحريه بقى اللي انا بقول لكم عليها دي، اللي بتنقل الطعم وتخلي طعمه بصراحه روعه ومختلف عن العدس التقليدي اللي احنا بنعمله الساده ده. بتخلي طعمه حلو جدا. فطبعا احنا ما بنصدق ان الجو يبرد ونبتدي بقى على طول هناكل النهارده محشي ولا عدس. ف زي ما قلت لكم قيمته الغذائيه عاليه جدا وقيمته في قلوبنا عاليه جدا، يعني كمصريين ما اعتقدش ان في بيت مصري مش يعني لازم يبقى فيه شخص او اتنين بيحبوا العدس وبيطلبوه دايما يعني. خلاص قطعت بقى كله مكعبات كده صغيره وقد بعضيها زي ما قلت لكم عشان نتاكد ان كله استوى زي بعضه. وهحط بقى دول يتحمروا معاهم توم وورق لورا وحبهان، وحطيت معلقه من الكاري تدي لون كده، ومعايا بقى حوالي نص كيلو من العدس او زيادة شوية. وانا بضيف في الاكلة الاساسية بصل عادية. النهاردة بقى حطيت السر الخطير اللي بيزود طعامة العدس، حطيت بصل اخضر قطعته كده. قلت بقى ان العروش الخضرة دي بدل الكرفس بتدي طعم حلو جدا لاي شوربة معانا، فاستبدلت بقى البصل العادي النهاردة بالبصل الاخضر الحلو ده، وقطعته برضو صغير كده وحطيته معاهم مع بقية الخضار. خلاص بقى كده المكونات بتاعتي كلها بقت جاهزة وبقت مظبوطة معايا، كله بقى على التطبيق والتجهيز على النار. بحط بقى على النار معلقة من السمنة كبيرة، بحط معاها معلقتين من زيت الذرة، وببتدي اول ما بيسيحوا كده بجيب بقى التوابل بتاعتي الاول ببتدي احمصهم بس كده في السمنه عشان قبل ما احط عليهم الخضار، بحيث ان ريحتهم كده تبتدي تطلع، واول ما احط الخضار يتخلطوا يعني معاهم ويدوا ريحه حلوه جدا وطعم حلو للخضار بتاعنا. بصوا بقى التركايه برضو اللي هتنقل معاكم الطعم لدنيا تانية خالص، انكم تحمروا الخضار في السمنه شويه، ده بجد بيفرق جدا. يعني انا في العادي على طول بعمل، بصراحه بعملها بكده، وبعملها اللي هي الطريقه العاديه خالص اللي احنا بنسلق بيها الخضار مع العدس من غير تحمير. الاتنين حلوين جدا، بس دي بصراحة بتنقل الاكل فعلا لطعم تاني خالص غير الطعم المسلوق. بصوا انا مسرعه معاكم الفيديو وقصه منه حاجات كتير عشان ما اطولش عليكم، بس انا سبتها شويه كتار على النار انها تتحمر كده وتتشوح كويس مع السمنه والتوابل اللي انا حطيتها. العدس بقى انا كنت طبعا غسلاه كويس قوي عشان التراب اللي فيه والاي شوائب تنزل، ومصفياه برضو عشان ما يبقاش فيه ميه. وببتدي بعد ما بحمص الخضار كده واشوحه انزل بالعدس عليه واقلبه كويس قوي قبل ما اطشه بالميه بقى بتاعته عشان اسيبه يتسلق كويس. وبعد كده نضربه في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر زي يعني اللي يريحك اللي متوفر عندك اعمليه. خلاص بعد ما تشوح بقى واتأكدت ان كل الخضار اتشوح كويس مع السمنة، حطيت المية بتاعته بمقدار عقلتين تقريبا زيادة عن الخضار وعن العدس، وبقلب كويس عشان اتأكد ان مفيش حاجة لازقة من تحت. وبعد كده بغطيه واسيبه لحد ما يتسلق خالص لحد ما يتهري. انا بقى خلف الكواليس زودت بصراحة قرنين من الفلفل اللي هم الشطة، دول بيدوا طعم حلو جدا للعدس ومش بيخلوه حراق قوي، بس بصراحة بيخلوا طعم حلو جدا. وطبعا لما هيتفرم في الخلاط مش هيبقى ليه اي طعم خالص، اي طعم يضايقك يعني في الاكل. بس خلاص كده انا ابتديت ضربته في الخلاط وصفيته، لو مش عايزه تصفيه براحتك بس انا صفيته. وبعد كده بقى هبتدي احمر الشعريه عشان انزل عليها بالخضار او شوربه العدس بتاعتي زي ما احنا عاملينها. وبعد كده يبقى خلاص مظبوطه معايا انا الاكله وخلصت وزي الفل. انا قسمت كميه العدس على جزئين، جزء عملته من غير شعريه في حله تاني، وجزء حطيته بالشعريه. اللي من غير شعريه حطيته في حله لوحده، وحطيت بقى التومه بتاعته، التومه حطيت عليها ملح وكمون وفلفل اسود وشويه شطه صغيرين، وابتديت اقلبها كويس قوي وخلاص كده بقت جاهزه معانا. اللي بالشعريه بقى بتستنى الاول لحد ما احمر الشعريه كويس. نخلي بالنا هي الشعريه مش لون بس، مفروض عشان ما تبقاش لونها فاتح بتبقى نيه والنشا بتاعها بيبقى كتير زياده، فاحنا نحمرها لدرجه كويسه لحد ما لونها يبقى ذهبي كده.
عشان نتأكد ان هي خلاص استوت. واول ما ننزل عليها شوربة العدس بتاعتنا تبقى مظبوطة يعني، وقوامها مظبوط وحلوة، ومش بتنزل النشا بتاعتها كلها في الشوربة. انا مستنية بس اوصل للدرجة اللي انا عايزاها عشان ابتدي انزل الشوربة عليها. ايدينا فيها طبعا ما بنسيبهاش من غير ما تتقلب، عشان ما فيش، بصوا يعني لو اللي سبتها لحظات في حتت بتبقى لونها يغمق، والحتت التانية بيبقى لونها فاتح، بتبقى لسه نية. خلاص انا وصلت لكله درجة واحدة. نزلت بقى الشوربة بتاعتي عليها، ولو حسيتي انها لازقة في الطبق اللي انتي حطاه او في شفشق الخلاط بنزودها شوية مية. لو عايزة قوامها سميك سيبيها زي ما هي. انا حبيت اخففها شوية لان لسه بتتقل تاني مع الشعرية. قلب كويس جدا في المرحله دي، ايدينا فيها على طول، لان كل ما الشعريه بتستوي بتتكتل وبتتقل وبتترسب لتحت، فاحنا على طول لازم تبقى ايدينا فيها ونقلب كويس لحد ما الشعريه بتاعتنا تستوي. انا بعمل الحركه بقى عشان اتاكد ان التوم كله اتفكك عن بعضه، بزوده من الشوربه بتاعه العدس وادوبه كويس وهو في المدق، او ازود عليه شويه ميه، وبعد كده بنزله على الشوربه بتاعتي. وبس كده بألف هنا، ان شاء الله تجربوها ويعجبكم. كانت الاكله جاهزه معانا بقى زي ما انتم شايفين. اللي بالشعريه ده طبعا معلقه السمنه البلدي لا غنى عنها، وده اللي هو شوربه بس من غير الشعريه. وعملت بقى جنبه بتنجان مخلل زي ما انتم شايفين جميل كده، والعيش المحمص الاساسي، وموسم اللفت بقى الجميل اللي انتم شايفينه ده، اللي هو احنا بنكون الاكل على اللفت، يعني اللفت عندنا بنعمل عليه العدس. وبس كده يا حلوين، فيديو النهارده خلص. يا رب تستفيدوا مني باي معلومه. لو استفدتوا مني متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك مني كل الفيديوهات